الموميا اللي كانت بتصرخ، سر الست الغامضة. في يوم من أيام سنة 1935 والشمس لسه بتضرب على جبال الدير البحري في الأقصر، بعثة آثار كانت شغالة بهدوء، وفجأة اكتشفوا موميا غريبة جدا، ست فرعونية باين عليها كانت من طبقة راقية، لابسة باروكة سودة، في إيديها خاتم ذهب وخاتم فضة ملفوفة كويس. بس كان في حاجة واحدة غريبة جدا، مش مجرد فتح بسيط، لأ، فمها باين عليه كأنها كانت بتصرخ، كأنها ماتت وهي بتصرخ من حاجة، من خوف، من وجع، من حاجة احنا مش عارفينها. الناس في الأول قالوا يمكن اللي حنطها نسيوا يقفلوا بقها، أو يمكن جسمها اتحلل بالشكل ده، بس التحنيط كان معمول باحتراف، ومواد التحنيط اللي لقوها معاها كانت فخمة جدا، حاجات ما بيستخدمهاش غير الأغنياء أو الناس المهمة. الدكتورة سحر سليم، واحدة من أكبر أطباء الأشعة اللي بيشتغلوا على المومياوات، خدت الموميا دي وحطتها تحت الأشعة المقطعية وبدأت تكشف الأسرار. طلعت الست دي كان عندها 48 سنة وقت وفاتها، طولها 154 سنتي، وكان عندها شوية مشاكل في الظهر وأسنانها تعبانة شوية، بس مفيش أي قصور ولا ضرب ولا سموم ولا حتى مرض قاتل معروف. يعني ايه؟ يعني ماتت فجأة ومحدش عارف السبب. وهنا طلع تفسير مرعب شوية. العلماء قالوا احتمال تكون الست دي ماتت وهي في حالة اسمها تشنج ما بعد الموت، ودي حالة نادرة جدا بتحصل لما الإنسان يموت في لحظة ألم شديدة أو رعب قاتل، جسمه بيقفل على الوضع اللي مات فيه ويفضل كده. يعني الست دي ممكن تكون ماتت وهي فعلا بتصرخ صرخة ما تفكتش ولا حد سمعها ولا حد عرف كانت بتصرخ من ايه. لكن مش كل العلماء وافقوا على التفسير ده، في ناس تانية قالت لا، دي ممكن تكون بس نتيجة تحلل عادي، أو يمكن متحنطة فعلا ونسيوا يقفلوا بقها. لكن بين كده وكده الحقيقة ضاعت بين الزمن، والموميا دي لسه نايمة في لحظة صمت مرعبة. لما العلماء حللوا الحمض النووي للموميا دي كانت المفاجأة، الست دي مش أي حد، طلعت بنت من العيلة الملكة، بنت الملك العظيم أمنحتب الثالث وأخت إخناتون، وكمان هي أم توت عنخ آمون نفسه. يعني اللي قدامنا دي مش بس موميا بتصرخ، دي أم الملك، ست كان ليها دور في واحدة من أغرب الفترات في تاريخ مصر القديمة. فهل موتها كان صدفة ولا جزء من صراع خفي داخل القصر، ولا كانت شاهدة على أسرار كبيرة اتدفنت معاها للأبد؟ اللي نعرفه إن صوت صرختها لسه سايب أثره لحد النهاردة. بس اللي حير الكل لو هي فعلا أم توت عنخ آمون وده اللي مسك الحكم وهو عنده 9 سنين، يبقى مين اللي كان بيحكم معاه؟ في احتمال كبير إنها كانت هي اللي بتقرر وهي اللي ورا الستار وهي اللي بتحاول تحمي ابنها من صراعات القصر. بس الغريب إن اسمها مش مذكور في أي نقش ولا على أي جدار ولا على تمثال واحد يشاور عليها ويقول دي أم الملك. في ناس قالت إنها ممكن تكون اسمها كيا، زوجة من زوجات إخناتون، وفي ناس تانية شايفة إنها مجرد أخت للملك، بس أكيد مكانتها كبيرة. يمكن الدولة بعد موت إخناتون حاولت تمسح كل حاجة ليها علاقة بالعائلة دي، يمكن كان في حرب خفية أو مؤامرات وسط الكهنة والملوك اللي جم بعدها، بس الأكيد إنها كان ليها دور بس ما تذكرش ولا اتكلم عنها التاريخ غير لما فتحت فمها في لحظة الموت.